السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. وتعالوا كده قبل ما نبدأ ونشوف احنا بنعمل ايه، تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده كده زي ما انتم شايفين كان عندي عزومه. ده بقاله كام يوم بصراحه ما كنتش لحقت ان انا منتجه بصراحه، بقى الفتره دي كنتش فاضيه خالص. فعشان كده ما لحقتش ان انا اعمل له مونتاج. فيعني الفيديو ده متصور من يمكن بعد اسبوع من رمضان. فتعالوا اوريكم فكره من افكار العزومات الحلوه الكويسه اللي عايزه اقول لكم ان هي هتوفر معاكم وايه مش هتكون مكلفه قوي. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده انا بدات كان عندي سمك. اليوم ده كان يوم السمك. هنعمل كده كذا نوع يعني من انواع الاسماك. تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. اليوم ده انا كنت عازمه يعني ماما وحماتي وكده وانا واختي. ف... فقلت كده نبدا اليوم باول حاجه ان احنا ايه نجهز السمك. طبعا احنا بنجيب السمك متنضف وكل حاجه، بس طبعا ايه بنحب نعيد عليه تنظيف وكده عشان ايه ننقعه ونملحه ونظبطه. فاحنا جايبين اول حاجه كده بدأنا بالسمك المكرونه. سمك المكرونه ده كان اللي هو سمك بلدي. المكرونه البلدي كانت حلوه جدا، كانت متوسطه، ولا اللي هي كبيره قوي ولا الصغيره قوي. المهم ايه كان بدأنا كده ان احنا ننضفها من جوه كويس، بحيث ايه اي حاجه فيها تطلع. فكنا جايبين يعني الكمية على شنطتين، فايه بدأنا كده ان احنا ايه ننضف وايه اللي عشان كان في جزء متنضف وكان جزء ايه ما كانش متنضف. المهم خلصنا تنظيف السمك المكرونة والبولتي. وبعد كده ايه دخلنا على الجمبري. كنت جايبة كده كيلو من الجمبري. قلت بقى كده ان انا ايه هبدأ ان انا انضفه يعني كويس، واشيل منه الكيس الرملي. وعايزه اقول لكم ان الجمبري ما بيحبش ان هو يتنقع، ولا هو ولا المكرونه. الحاجات دي لما بتتحط لها خل او ليمون كتير بتتهري. فعشان كده ايه من الافضل انا بالنسبه لي يعني بنقع 5 دقايق واروح شاطفه عشان خاطر ما يتهريش معايا. فمسكت بقى اول حاجه الجمبري، بدات كده ان انا اديله شطفه واشيل ايه كيس الرمل منه. بعد ما خلصت رحت ايه دلقته تاني في الحوض، وبدات كده ان انا ايه اشطفه كويس. عايزه اقول لكم ما شاء الله كان الجمبري بلدي كان حلو قوي. ما شاء الله هتشوفوا الشوربه بتاعته عامله ازاي في النهايه. تابعوا بقى لاخر الفيديو. لو انتي وصلت لغايه هنا في الفيديو ما حطيتيش لايك، حطي لايك وكمان اشتركي في القناه. المهم بقى ايه بدات كان اشطف في الجمبري واحده واحده عشان مكان يعني الكيس الرمل، لان ده مهم جدا ان انت تشيليه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلصت بقى كل الكميه ما شاء الله عندي هنا. هملاه بقى كده بالميه وايه وهحط له عصره ليمونه. وزي ما قلت لكم السمك بالنسبه لي 5 دقايق بس نقع عشان خاطر ما يتهريش مني. بعد كده بقى رحت جايبه ايه حبه هريسه كده حلوين، حوالي 4 5 6 معالق كده كبار عشان الكميه عندي ما شاء الله كبيره. وجبت توم مفروم وحطيته غير الهريسه. وجبت بقى كمون كتير وكزبره كتير، لان انتوا عارفين ان السمك بيحب الكمون والكزبره والليمون. فالمهم بقى ايه رحت جايبه كميه كويسه من الهريسه اللي عندي مع توم مفروم، ورحت حاطه كمون وكزبره وملح وليمون. بدات كده اعصر في كميه حلوه من الليمون، لان انتوا زي ما انتوا شايفين ان الكميه عندي ايه ما شاء الله كويسه يعني، فهتحتاج تتبيله كتير. المهم بقى ايه فضلت كده ان انا اعصر في الليمون. وعايزه اقول لكم ان السمك من العزومات الحلوه، وبرده الى حد ما سعره مقارنه باللحوم التانية لا هو سعره كويس. طبعا غالي. بس يعني ايه هو الى حد ما كويس. بدات كده ان انا اعصر الليمون وحطيت الملح. وعايزه اقول لكم بقى على حاجه يا جماعه، ان العزومات في رمضان مش لمجرد ان انا عزمت حد. لا العزومات في رمضان يعني دي بتبقى افطار صائم، فده ليه ثواب تاني يعني. بصوا بقى هنا كنت نقعت الجمبري ونضفنا السمك البلطي ونضفنا المكرونه وكله بقى تمام. خلطت بقى الخلطه اللي عندي اللي انتوا شفتوا اللي انا عملتها الجباره دي. وبدأنا كان احنا نمسك السمك، نمسك واحدة واحدة، نفتحها كده من الجناب ونحطها التتبيلة كويس من جوه ومن بره. عشان كل ما هتتبلي السمك بتاعك كويس كل ما هتحسي بطعم السمك. أسوأ حاجة ان انت تاكلي السمك مش متملح، هتلاقي ان السمك بتاعك ملوش اصلا اي طعم. المهم بقى ايه مسكنا بقى السمك كده بدأنا ان احنا نتبل فيه كويس زي ما انتوا شايفين كده اهو.
ونرجع بقى لكلامنا. زي ما قلت لكم يا جماعه ان انا عشان افطر صائم، ان انا اعزم حد مش مجرد ان انا عزمت حد قريبي، لا، ده ثواب كبير جدا ان انت افطرتي صائم. كل واحد هيجي يفطر عندك وانت هتكوني سبب في ان انت فطرتي حد، ده هتاخدي عليه ثواب كبير جدا. ده طبعا بغض النظر على ان الشخص اللي بيدخل بيتك لما بيجيلك ويزورك، ده بياخد الشر اللي هيكون هيحصل في البيت وبيمشي. يعني انا قريت بجد حديث بيتكلم عن كده. المهم بقى ايه، مسكنا بقى السمك زي ما انتم شايفين، الكمية ما شاء الله عندي كويسة. وعايزة اقول لكم برضو على حاجة تانية. في بقى قريت بعض الافكار كده من على النت. بيقولك ان انت طبعا في ظل الظروف العصيبه اللي احنا فيها والغلا، بدل ما انا اكون داخل على حد عندي، يعني مثلا انا عازمه حد والشخص ده داخل عندي هيجيب لي طبعا حاجه، فبدل ما يجيب لي حاجه ما استفادش بيها عصير او بيبسي او فاكهه، انا ممكن اكون اشارك صاحب البيت ده في العزومه اللي هيعملها لي، اللي انا هعملها له بطريقه غير مباشره. يعني ممكن ان انا مثلا اجيب، انا اقول له لا ما تعملش انت الحلو وانا اجيبه معايا، اعمل حاجه في البيت. او ممكن مثلا اجيب حاجه تعوضه في البيت ده عن الحاجه اللي هو عزمني عليها، اجيب حاجه مفيده لصاحب البيت بحيث يستفيد منها عن الفاكهه او عن البيبسي. كل حاجه دلوقتي بقت غاليه، فانا افكر في ان انا اجيب حاجه تفيد صاحب البيت ده، عشان ايه، احس، يعني احسسه ان انا فعلا ايه، حاسس بيه. دي برضو من بعض الحاجات اللي انا قريتها يعني. المهم بقى زي ما انتم شايفين هنا، لو لاحظت، لو لقيتوا حاجه متلخبطه في الترتيب بتاع الفيديو، فمعلش ده ايه، سوء مني من الترتيب. المهم هنا كنت بقى ايه، بدأت كده ان انا اجهز اعمل سلطه بابا غنوج واعمل سلطه طحينه. فمسكت البتنجان شويته، وبعد كده بعد ما اتشوى معايا قشرته وهرسته كده بالشوكه. وجبت بقى طبق تاني حطيت فيه الطحينه، كنت جايبه كده ربع كيلو من الطحينه. بدأت كده ان انا ايه، انزل عليه بقى ميه سرسوب كده صغير، واول ما بينزل عليه الميه بتبدأ كده تكلكع معايا، وبعد كده ايه، هتفك واحده واحده طول ما انت بتقلبي، هتلاقيها بتفك معاكي. المهم بقى هنا ايه، زي ما انتوا شايفين كده اهو، بدأت كده ان انا اقلب كويس. الطحينه لسه مكلكعه معايا، هبدأ ان انا افك فيها واحده واحده لغايه ما ايه، احصل على القوام بتاعها يكون مش سائل قوي في نفس الوقت ما يكونش مكلكع. شايفين بقى بقت قوامها عامل ازاي، بقت كريمي وحلوه قوي. خدت منها جزء ان انا احطه على الطحينه، والجزء التاني اللي هنعمل بيه ايه، سلطه الطحينه. هنا بقى ده البابا غنوج زي ما انتوا شايفين، طبعا كل ما تحطي له الطحينه كل ما هيديكي ايه، نتيجه افضل. حطيت بقى كده الطحينه على البابا غنوج، وحطيت حته كده من هريسه الشطه والدقه اللي احنا عملناها اللي فيها الكمون والكزبره. اخدت منها يعني حوالي معلقه صغيره كده، وزودت سنه كمون كمان عشان ابقى جهزت ايه، سلطه البابا غنوج جاهزه معايا. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى حلوه قوي جنب السمك ولايقه جدا. المهم بقى هنا ايه، خلصت كده، هديها بس عصره ليمون وسنه ملح بسيطه، وخلاص تبقى سلطه البابا غنوج جاهزه معايا. في نفس الوقت برضو انا ايه كده عملت اتنين في واحد، يعني جهزت برضو سلطه الطحينه معايا، هديها برضو سنه من التوم على الفلفل دي، وظبطت المية بتاعتها يعني بحيث ان هي تكون قوامها مظبوط، مش تقيلة قوي ولا خفيفة، خاصة ان هي اصلا لما بتقعد بتتقل معايا. ظبط برضو الملح بتاعها، وتكون خلاص كده ايه، الطحينة برضو جاهزة معايا. هنا بقى كان ما شاء الله السمك بتاعي كله اتبل، اللي هو البولتي والمكرونة. وطبعا الجمبري مش هيتعمل غير اخر حاجة. وكمان خلصنا الطحينة وعملنا البابا غنوج. وتعالوا بقى ايه، كنت كده في الوقت ده قلت اخلص الحاجات اللي محتاجة وقت ان هي تتبل فيه، وبعد كده ايه ادخل على الحاجات التانية. يعني لو في عصير هيتعمل او بلح او خشافي يعني والحاجات دي. المهم بقى ايه، جبت كده بلح وبدأت كمان ان انا اقطع عشان هعمل ايه، الحاجة اللي هنفطر بيها يعني. وكان عندي بقى ايه، مشمشية وقراصية وتين وبلح، وبدأت كده ان انا ايه، افصص معاكم الحاجات دي. طبعا لان كلنا وكل البيوت المصرية بتبقى دي من اوائل الحاجات اللي بتتجهز في السفرة، ان كان عصاير او بلح، سلطات، شوربة، الحاجات دي بتبقى موجودة في السفرة. يعني ممكن ما نهتمش بالكلام ده في الايام العادية، بس بنهتم بيه في رمضان، لان دي بتبقى عبارة عن مقبلات. يعني ايه، الشوربة بتجهز المعدة للاكل، العصاير والحاجات دي لان طبعا بنبقى صايمين طول النهار، فبنبقى محتاجين ان احنا نشرب الحاجات دي. ماما بقى هنا ايه، قطعت بقى كده البلح والمشمشية والقراصية والتين، وخلاص بقى كده جهزت الدنيا دي.
هظبط بقى الميه بتاعته واحط له السكر بتاعه وادخله التلاجة. وهنا بقى كان عندي واحده بوري كده، كان في حد يعني مش بياكل البولتي، فجبنا واحده بوري. تبلناها برضو، عملناها ليمون وثوم، وحطيناها فلفل شرايح وطماطم وبصل، وحطيناها ورق زبده من تحت، وفاضل بس كده ان انا ايه، اديتها عصره ليمون من فوق وسنه زيت، وفاضل ان انا هدخلها بقى الفرن. وهنا بقى كنا بدأنا كده ان احنا نجهز البصل بتاع الرز. هنعمل بقى النهارده الرز اللي هو البني، الرز الصيادية. جبنا بقى كده كمية كويسة من البصل، طبعا تناسب ايه كمية الرز اللي هنعملها. يعني جبنا حوالي كده ايه كيلو الا ربع من البصل مع فلفل اخضر، وبدأنا كده ان احنا نحمر البصل. واهم حاجة عشان تاخدي لون بني للرز حلو، تحمريه كويس جدا، وما تخافيش وتقولي ان هو يتحرق مني، لا، تتقلي كده عليه لغاية ما يتحمر معاكي كويس. زي ما انتوا شايفين كده، هفضل بقى احمر فيه لغايه ما يغمق معايا. وهكون بقى غاسله الرز بتاعه ومجهزاه ايه. قلت عشان اغير لون الدقيق، عشان قلت البولات بقى بتاعت الشوربه، وحطيت الطحينه في البولات بتاعتها. ودي السمكه البوري طلعتها وحطيتها على في الطبق بتاعها. ومجهزنا